يريدك حقا سيسأل عنك، سيتفقد أخبارك وسيشعر بغيابك حتى لو لم تخبره. الاهتمام الحقيقي لا يحتاج إلى تنبيهات أو إشارات، فهو ينبع من القلب تلقائيا. فاحفظ كرامتك، ولا تضع نفسك في موضع الحاجة لمن لا يبالي لوجودك. فالكرامة ليست مجرد كلمة، فهي أسلوب حياة، ولا تقبل بأقل مما تستحق. فالعلاقات الحقيقية تبنى على الاهتمام المتبادل، لا على التجاهل والأعذار. فلا تركض خلف من يتجاهلك عمدا، فمن يعزك لن يتركك تسأل عن مكانك في حياته. لذا عش بقلب نقي ونفس عزيزة، وابتعد عن كل علاقة تشعر فيها أنك خيار تاني. فأنت تستحق الأولوية، ولن يمنحك هذه الأولوية إلا من يرى في وجودك نعمة، وفي صوتك راحة، وفي حزنك مسؤولية. فاختر من يحافظ عليك كما لو أنك شيء نادر، لا يستبدل ولا يهمل ولا ينسى. وتذكر دائما، العلاقات التي تحتاج لجهد مضاعف لتبقى غالبا لا تستحق البقاء.